ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير يا رب دايما. النهاردة زي ما انتوا شايفين موني بس بطريقة تانية وبشكل تاني خالص. عملت فيها عروسة النهاردة ذكرى عيد زواجي، وقلت لازم افاجئ جوزي بمفاجأة حلوة. طبت في دماغي، طب هتعملي ايه يا موني؟ كل مرة بتجيبلك حتة تورتاية بتحتفلي وخلاص. لا، المرة دي بقى قلت لازم اكون عروسة من اول وجديد. طب هتعملي ايه؟ رحت طبعا أجرت أحلى فستان فرح كان نفسي فيه من قبل ما اتجوز. أجرته وقسته وعجبني، ويلا بينا على طول نعمل نفسنا عرايس من أول وجديد. العمر مفهوش كتير عشان احنا نضيعه في النكد والهم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. رحت على طول لبست الفستان وعملت الفول ميك اب بتاعي وعملت لنفسي، وقلت لجوزي لازم تجيب لي بقى عشان خاطر ما البوزيشن بتاع الفستان ما يبص حلوة. بوكيه ورد. فراح جاب لي 5 6 وردات، نعمة ورضا ومية مية. ويلا بينا على طول رايحين فين؟ قلت له عندنا فوتو سيشن. ايه؟ فوتو سيشن كمان؟ مش كفاية الفستان؟ قلت له ايه، خلينا نعيش حياتنا بقى. يلا بينا. بدأنا الفوتو سيشن. رحنا عندنا شارع، الناس بتسألني الشارع ده ايه. شارع ده اسمه شارع الفلل في البطاش عندنا في العجمي. رحنا، بنوتة جميلة جدا لذيذة جدا عملت لنا أحلى فوتو سيشن. والعربية جات ماتشنج مع الفستان كمان، عربيتنا بيضة فإن شاء الله نهارنا أبيض. صورنا صور كان نفسي برضه أصورها ليلة دخلتي. فبدأنا كده نتصور واستمتعنا الحمد لله، وكان يوم زي العسل. حطيت طبعا أغاني لازم تفرحي نفسك، حاولي تفرحي نفسك لو الدنيا جاية عليكي والضغوط، وحتى انت وجوزك مثلا في خناقات، في مشاكل، في اي حاجة مضايقاكم من بعض. طب يلا بينا نجدد تاني حياتنا من اول وجديد، ونعمل عرايس من اول وجديد، ونبدأ حياة جديدة كأننا ما عشناهاش قبل كده. عملت كده وتوكلت على الله وقلت كده ايه، نفك نفسنا، خاصة الفترة اللي فاتت دي كانت كلها فترة زعل. فبدأنا كده ان احنا نجدد من الطاقة اللي عندنا. والبنوتة بسم الله ما شاء الله يعني خلتني عروسة عروسة من أول وجديد. أي من دقة الصور وجمالها حسيت بجد يعني إنها فرقت معايا كتير. وبعد ما خلصت الفوتو سيشن أكيد طبعا الفستان مش مأجراه بقد كده وخلاص، هما صور الفوتو سيشن بس. بدأت أصور نفسي سيلفي كتير 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 كتير. وطبعا خلي بالكوا يوم الفستان ده بيبقى تقيل جدا، وعايزة أقول لكم أكيد طبعا أي عروسة مجربة إن الفستان بيبقى تقيل. فبالتالي أنا ما جبتش الإكستنشن الكبيرة بتاعته، أنا جبت بس الديل البسيط اللي انتوا شفتوني فيه في أول الفيديو، ده عبارة عن ستان وفيه شوية تطريز خفيف جدا هاند ميد. وده كان التايبست بس عم اتحرك بيه وزي الفل. بس يا ترى ده تقدري تروحي بيه مطعم؟ طبعا لا، هينفخوكي مصاريف، يقولك بقى ده عريس وعروسه يلا بينا نشتغل عليهم الشغل الصح. فهنا طبعا جوزي قرر ان احنا لازم نقلع الهدوم دي. وطبعا مش قادرة اقول لكم يعني اللي حصل، يعني هو عمال يقول لي خلاص راحت علينا، والناس عمالة تزمر له وتقول له يا عريس يا عريس يا عريس يا عريس. فطبعا احنا كنا متفاجئين، على الرغم ان احنا كنا متفاجئين احنا كنا فرحانين ان احنا نستعيد الذكرى تاني ونرجع الود تاني. وهنا بقى بعد ما قلعت طبعا زعلانة قوي ان انا قلعت بالفستان، بس الميك اب قاعد زي ما هو. اخدنا بعضنا ولبسنا كاجوال كده ورحنا على طول قعدنا في المطعم. وزي الفل اسيب الفستان في حاله؟ لا، لازم اما ارجع برضه اقيسه. كانت حماتي عندي كان لازم اقيسه لها بقى واوريها بقى عريسة ابنها، مرات ابنها بقى ما شاء الله عليها ولسه عروسة من اول وجديد. ده كان يوم منفصل عن عيد جوازي. يوم بقى عيد جوازي عملت ايه؟ عملت تورتايه حلوه وجميله زي ما انتم شايفين، السبونج تحفه. هنزل لكم طريقتها في اسرع وقت لان الناس كتيره طلبتها مني. هنزل لكم الطريقه بالتفصيل على القناه بتاعتي. كانت حلوه جدا بسم الله ما شاء الله، عزمنا حبايبنا واهلنا. وبصوا بجد بجد يعني حاجه كويسه جدا وجميله جدا وشيك جدا منك انت تحتفلي بعيد جوازك وسط حبايبك. يبقى انا عملت يوم منفصل انا وجوزي لوحدنا واستمتعنا وفرحنا. واليوم التاني جبنا بقى فيه أهل جوزي كده وفرحنا مع بعض كلنا مع بعض، ودي صورنا. وخدت بقى صور فوتو سيشن وعرضتها على الشاشة ورا. بجد كان يوم تحفة جدا، ودي أفكار لعيد الجواز. يا رب ما تنسونيش في دعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.